في قصة حزينة كده، مش عارفة الكل سمع عنها ولا لأ، ولكن هي قصة البنوتة اللي اسمها نبيلة. يا ترى ايه القصة دي؟ نبيلة بنت كانت رايحة فرح. المهم ان هي طلبت اوبر، اختها طلبت لها اوبر من على التليفون بتاعها. وطبعا السواق بتاع الاوبر: طب انتي هتدفعي كاش ولا فيزا؟ من هنا لهنا، طب رقمك. وطبعا ده عشان يتأكد اذا كان شكلها حلو ولا مش شكلها حلو. وبعد كده المهم ان هو جه، ركبت معاه، كانوا على طريق التجمع. المهم ان البنت حست ان في حاجة غلط، يعني ما مرتاحتش. بدأ ان هو يقول لها: انا عطشان، طب ممكن اركن اجيب ازازة مية؟ فهي قالت له ماشي. ركنوا. كانوا تقريبا على طريق التجمع. ركنوا، نزل يجيب ازازة مية. المهم ان هو بعد ما نزل فضل يتلفت حواليه، وده عشان يتأكد اذا كان في حد واقف ولا لا. وطبعا كاميرات المراقبة كانت جايباه وهو بيدور ويلف حوالين العربية عشان يشوف اذا كان في حد واقف ولا لا. طبعا هي لما لقيته اتأخر قلقت اكتر، فبدأت ان هي تنزل من العربية. اول ما قررت ان هي هتنزل من العربية، هو جه من الباب وهي خرجت من الباب التاني فشدها. فبدأت ان هي تقاوم، فبدأ ان هو يطلع قطر. وبعد مقاومات كتيرة وان هو بيحاول ان هو يعتدي عليها، وهي بدأت تقاوم تقاوم وتقول له: يا هتقتلني يا اما هنزل. طبعا هو من المقاومات بتاعتها وان هو طبعا بهدل ايديها بالقطر، لقاها ان هي ما استسلمتش وبرضه بتقاوم. فطبعا خاف لما شاف الدم في ايديها ومعرفش ايه، فسابها ومشي. المهم ان البنت نزلت وراحت المستشفى وعملت محضر، واتعرضت على الطب الشرعي. طبعا المحامي بتاع السواق المحترم شكك في الطب الشرعي، وقال ان هي راحت تعمل تقرير في مستشفى او مع حد يعني تبعها، وشكك في التقرير، مع ان مكتوب في التقرير الطبي الشرعي ان البنت محتاجة عملية. طبعا اظن ان الموضوع معظم الناس بتسمع عنه او سمعت عنه. وطبعا بعد قضية حبيبة اللي رمت نفسها من الاوبر، وبعد قضية نبيلة، كل البوستات بقى على الفيس: امسحوا اوبر، قطعوا اوبر، معرفش ايه. طب انا عايزة اعرف، هي فين مجلس ادارة شركة اوبر؟ المفروض ان السواقين دي قبل ما تدخل اصلا بيعملوا فيش وتشبيه. فين الشخص المسؤول ان هو يعرف اذا كان الفيش ده مضروب ولا مش مضروب؟ مين الشخص اصلا المسؤول ان السواقين دي تتعين في الشركة؟ فين مجلس الاداره من ده؟ يعني انا عايزه افهم، انتوا بتختاروا السواقين بناء على ايه؟ يعني السواق اللي اتمسك، يعني احنا بنشكر القضاء المصري واللي قبض عليه ان السواق طلع عليه قبض كتير وبنات كتير شكايه. فين الشركه من ده كله؟ يعني الشركه ازاي بتعين سواقين زي دول مسؤولين كده عن ارواح الناس وعلى بنات الناس؟ واذا كان يتاكدوا اذا كان السواق ده بيتعاطى مخدرات ولا لا، سوابق ولا لا، مدمن ولا لا. يعني فين الشركة اصلا من ده كله؟ فين مجلس الادارة؟ فين الشخص اللي مسؤول عن التعيين السواقين في الشركة؟ وهل اذا كان السواقين دول اللي في الشركة بيتعمل لهم كل فترة تحليل يعرفوا ان السواق ده سوي اصلا نفسيا، ان هو ممكن يركب معاه بني ادم او روح في العربية ولا لا؟ وبعدين شركة اوبر هي اكتر شركة توصيل ما بتاخدش قليل. ليه ما بنركبش كاميرات مراقبة في العربية؟ ليه؟ يعني اكتر شركة تقريبا ما بتاخدش قليل في التوصيل. يعني ليه ما بنركبش كاميرات في العربية؟ ليه بنعتمد على كاميرات المراقبة اللي في الشارع، ولا اللي موجودة في المحل، ولا اللي موجودة في بنزيمة؟ ولا فين الكاميرات اللي موجودة في العربية ذات نفسها؟ وبعدين انا عايزه افهم المحاميين اللي بيطلعوا وبيدافعوا على المجرمين اللي زي دول، ولا السواقين اللي زي دول، ولا بيدافع عن واحد مدمن ولا واحد قتل واحده. يعني انت لو بنتك في الموقف ده، هل هتطلع برضه وتدافع على نفس السواق؟ يعني انت بتدافع عنه بناء على ايه؟ يعني انت بتبرر بناء على ايه؟ وتشكك في التقرير الطبي الشرعي بناء على ايه؟ هل لو بنتك في نفس الموقف برضه هتطلع تدافع؟ يعني انت بتدافع بناء على ايه؟ وكده كده المفروض ان احنا ما نقطعش شركة اوبر، لان كده كده اصلا
المفروض ان الكل يعمل ديليت للابليكيشن من على الموبايل بتاعه، لان مش بس ان احنا هنقطع الشركة، ولكن ان لازم اي حد مسؤول يتحاسب. لان احنا ما بقاش بعد كده هنآمن ان احنا ولا نركب اوبر ولا نركب تاكسي ولا نآمن ان احنا نمشي في الشارع. ما بقاش التحرش كمان في الشارع او في المواصلات، لا ده كمان في عربية تبع شركة محترمة. المفروض ان احنا بنآمن على نفسنا واحنا راكبين معاهم. يعني انا مش عارفة بعد كده هنركب حصينة ولا هنركب ايه بعد كده. يعني احنا بعد كده لما يكون سواق المفروض شغال في شركة محترمة يقوم بالتحرش بالبنات او يتعدى عليهم في العربية، او ان هو يتصرف معاهم تصرف مش كويس، احنا بعد كده هنركب او نآمن ان احنا نركب مع سواقين تاني ازاي؟ نفسي افهم. طبعا مش كل السواقين، لان في سواقين محترمة، في سواقين دايما بتبقى بتحافظ على بنات الناس، بتطلع عشان تشوف اكل عيشها بجد، مش طالعة ان هي تضايق حد، مش طالعة ان هي تشتم حد، مش طالعة ان هي تتحرش بحد. في سواقين كتير محترمة، والكلام ده ما بينطبقش على كل السواقين، ولكن فين الشركة او الادارة او الشخص اللي مسؤول في الشركة عن تعيين سواقين زي دول ويخلوهم ان هم مسؤولين عن ارواح الناس؟ يعني تقريبا قضية حبيبة الشماعة لسه ما بردتش، نار اهلها لسه ما بردوش، وحصلت قضية تانية بتاعت نبيلة، وهتحصل قضية تالتة ورابعة وخامسة. وممكن البنات دول ما يبقوش بس مجرد ان احنا بنسمع عنهم، احنا ممكن ده يحصل معانا ومع اولادنا ومع اخواتنا ومع اي حد حوالينا. فاحنا لازم نطالب بان اي حد مسؤول في شركة اوبر او اي حد في مجلس الادارة يكون مسؤول عن تعيين السواقين دول لازم يتحاسبوا. ان لازم اي حد مسؤول يتحاسب، مش بس نقاطع شركة اوبر او نعمل ديليت الابليكيشن من على الموبايل بتاعنا، لا اي حد كمان مسؤول في الشركة لازم يتحاسب. لازم ما نأمنش على اولادنا ان هم يركبوا اوبر تاني، مش شرط بقى اوبر بس، يعني ما نأمنش حتى ان هم يركبوا مع اي شخص او اي سواق يكون مش مرتاحين له نفسيا. لان دلوقتي الدنيا ما بقاش ليها امان. انت ممكن تبقى خارج من بيتك كده، ولا بنتك خارجه من بيتك، ولا اختك ولا اي حد خارج من بيته زي الفل، بعد ساعه ولا 10 دقايق، الموضوع كله ما بيكملش 10 دقايق، تلاقيه اللي بيتحرش بيها واللي بيعتدي عليها واللي بيقتلها واللي بيخطفها يعني بقينا نسمع عن حاجات، يعني ربنا يرحمنا. فلازم نخلي بالنا كويس، ما نأمنش بعد كده، لان احنا مش عالمين ايه اللي هيحصل تاني. يعني كفايه اللي بيحصل بقى، فاحنا بقينا نسمع عن حاجات، يعني ربنا يتولانا.